بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم المحشي وهعمل فرخه. فالوقت انا ابتديت بالتتبيله بتاعت الفراخ. اول حاجه عملت بصلايه بملح وفلفل وقطايه، وهتبل الاول حاجه الفراخ. غسلتها حلو قوي، صفيتها وهتبلها عشان تاخد وتدي في التتبيله. ما بتتعمل كده بتبقى حايقه وحلوه قوي. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني، يا رب دايما تكونوا بألف خير يا رب. بتبل كده الفرخه وحاطه الميه بتاعتها عشان اسلقها، بس هسيبها شويه يعني. بعد كده بقى اخش على التسبيكه بتاعت المحشي. دي ملوخيه مقطفاها، وده المحشي قورته، محشي مشكل بتنجان وفلفل وكوس. حاطه انا الزيت، ودول بصلتين حلوين. خليهم بس ايه تدبلوا كده، مش اللي هم، انا ما بحبش البصل بتاع المحشي يبقى محمر قوي، يعني يبقى لونه شفاف كده مصفر. بس هنزل عليه بقى بالتوابل، بس ما ياخد لون بسيط كده. هنزل عليه بالتوابل، الملح وفلفل وشويه كمون بس. ودي حته هريسه من اللي انا مفرزاها، يعني انا ما حطيتش شطه لان انا حطيت هريسه. بتدي لون حلو للمحشي وبتديله طعم حلو قوي. بصوا البصله لونها حلو ازاي، يعني اللي هي ايه، مش غامقه ولا فاتحه، لونها يبقى مصفر بسيط كده. نزلت بالقوطه اهو، هسيبها بقى تتسبك واروح اخرط الملوخيه. بصوا التسبيكه عامله ازاي، قمر. وهنا الميه بتاعت الفراخ هحط لها توابل، ورق لوري ومستكه وحبهان وشويه ملح وفلفل اسود. ملوخيه حطيت عليها فصين توم وانا بخرطها وقرن فلفل، بتبقى حلوه قوي، تحفه. دي التسبيكه ايه، بقول لكم هنا التسبيكه اتسبكت والفراخ اتسلقت. احب انا التسبيكه تبقى كده. بصوا الايدام بتاعها عليها كده، بوريكم ان هو الايدام بتاعها عليها عشان يبقى المحشي محمر يعني. حطيت هنا الخضره، شبت كزبره بقدونس، احط عليهم الرز واقلبهم تقليبه في بعضيهم كده اهو. المحشي لما تعمليه كده، لو عملتيه وبيتيه من غير ما تسويه، حتى لو بيتيه كذا يوم، بيبقى مفلفل اكنك لسه عاملاه دلوقتي طازه، غير ما تحطي الرز في الصلصه والكلام ده. انا مش بحب اعمل كده. بس هنزل عليه بالصلصه اهو، اديله تقليبه بقى حلوه في بعضيه. والنبي اللي وصل لغايه هنا ما ينساني بقى في تعليق حلو، في لايك. اتفرجوا على الفيديو دقيقه دقيقتين. المشاهدات عندي ضعيفه، انا متكله على الله وعليكم، القناه مش هتكبر الا بيكم يا حبايبي. انا والله متكله على الله وعليكم. ربنا يا رب ييسر لنا وييسر لكم الامور يا رب. واللي عنده طالب في ثانويه عامه ربنا ينجحه له ويشفينا ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب. وهنا بقى بقول لكم انا بحشي البتنجان او الحاجات دي او الفلفل او الكوسه عامه، بحشيهم من صوص. عندي حفيدي في ثانويه عامه، ادعوا له والنبي ادعوا له، احنا مستنيين النتيجه، ربنا يطمنا عليه يا رب، هو واللي زيه. ربنا يكرم الطلبه ويديهم قد تعبهم يا رب. بوريكم هنا ان انا ايه، مش بحشي قوي الحاجات دي، الكوسه او الفلفل، انا بحشي نصاص، لان هي اول ما تستوي تلاقيها يا دوبك الرزايه ملت ان كان كوسه ولا فلفل، ما يبقاش الرز طالع بره. يعني انتوا هتشوفوا المحشي بتاعي دلوقتي لما يستوي ما فيش رزايه بره عليه، ما فيهوش غلطه يعني. اهو بصوا، كلكم ستات بيوت وكلكم اشطر مني. انا هنا حطيت الطبق ليه؟ عشان والمحشي بيغلي الرز ما يطلعش منه، يعني يغلي براحته، وبعد كده هيعينوا من عليه. طبعا دي شوربه وهيقع منها دلوقتي فلفل اسود، لا تفتكروه تراب ولا حاجه. اهي حطيت عليه الشوربه. طبعا انا عارفه انا حاطه قد ايه رز والمعيار. بصوا الشوربه، الفلفل الاسود اهو، انا عارفه انا حاطه قد ايه رز مثلا في المحشي، وعارفه انا حاطه قد ايه شوربه.
دي هنا شوربة الملوخية اهي بتغلي، وخرطت الملوخية هسقطها، خرطتها زي ما قلت لكم بفصين توم وقرن فلفل. عايزه اقول لكم كانت زي العسل. طبعا انتوا بتعملوا احسن حاجه واحسن مني، احنا كلنا بنتعلم من بعض، لا انا بعلم حد ولا حد، كلنا بنتعلم من بعضنا يعني. بس ممكن تبقى ملحوظه فايتاني كمان اخدها من عيله من دور عيالي، مش عيب يعني. انا لقيت لي على قرن الفلفل ودي بنتي والفصين توم. هعين بقى هنا الطبق كده، المحشي غلي وخد راحته، هعين من عليه الطبق واحط الغطا بتاع الحله لوحديه اهو. بصوا لما يغلي مفيش الرز ما يطلعش بقى بره ويخلي المنظر المحشي كده زي الطبيخ، لا يبقى كل صباع ماسك نفسه في الرز بتاعه في قلبيه، مفيش اي، بصوا مفيش رز طلع بره. انا بوريكم اهو، انا مش بوريكم انتوا، انا بوري العيال اللي من دور عيالي، البنات اللي من دور عيالي الصغيرين. وزي ما قلت لكم انا على قد سني ده ممكن اخد الملحوظه من بنتي او من اصغر من بنتي كمان يعني. ما تزعلوش مني، محدش يقول دي بتعدل علينا ولا بتقول لنا اعملوا، لا يا حبايبي، كلكم ستات بيوت وكلكم شاطرين. النهارده كله بيعمل كل حاجه حتى العيال الصغيره، بس بيبقى فيه حاجات صغيره كده بتفوت علينا يعني. حطيت التومه بتاعت حطيت معلقتين سمنه الاول، وبعد كده حطيت التومه اهو، حطيت عليها الكزبره. طبعا الشوربه فيها كل حاجه، فيها الفلفل والملح وكله. حبه ملوخيه بقول لكم كانوا عسل، يستاهلوا بقكم. حبايبي ما تنسونيش، ما تنسونيش في التعليق وتنسوني، واللي ما اشتركش ينورني القناه بتاعتي، انا بقالي 3 سنين في القناه بدح فيها، ربنا يكرمكم ويكرمنا يا رب. خلاص هنا بقى بغرف اهو، بس انا حمرت فراخ على القد يعني، ما حمرتهاش كلها. ايه رايكم؟ تعالوا كلوا معانا بقى، بألف هنا وشفا لينا وليكوا. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد على خير. تنسوش اللايكات والدعم. اشوفكم على خير في فيديو جديد يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.